يا دنيا سمعاني سمعاني يا ابويا وصاني، ما خلي جنس دخيلي يخش اوطاني. اي والله ما خلي جنس دخيلي يخش اوطاني. الارض دي ارضي احمي انا وولدي، الارض دي ارضي احميها انا وولدي، افديها بالارواح وتعيش يا بلدي، افديها بالارواح وتعيش يا بلدي. لكل مشاهدينا ولكل متابعينا هنقول لكم مساء الخير ومساء الجمال بمعنى الجمال. احنا معانا صوت جميل، بنت جميلة، موهبة يعني مختلفة تماما، ورغم صغر سنها إلا إن هي أصبحت ترند مصر في خلال ساعات بسيطة. أيسل بنت محافظة بورسعيد، بنت من شكل مختلف، من أسرة مختلفة، بيئة فعلا اتربت على الأصول، فطلعت بتغني بصوت الصوت الأصيل. شبهوها رغم صغر سنها بصوت الفنانة العظيمة أم كلثوم، وقالوا أم كلثوم الجديدة طالعة من أرض بورسعيد. هنسمع الأغنية اللي خلتها ترند مصر، ونشوف انت قلتي ايه بقى يا ايس. مصر التي قلتيها فين؟ في قصر الكبابجي. قصر الكبابجي ده في القاهرة؟ بالصدفة كده؟ لا ايوه، هو احنا كنا قاعدين فانا غنيت، فهو يعني لما شافوني وكده فنزلوني بقى عنه. غنيتي ايه؟ كنت بتغني ايه؟ غنيت مصر التي ما تسمعينا كده ايه اللي خلى مصر كلها تلتفت للصوت الجميل؟ هو فعلا جميل وانتي كلك جميلة على فكرة، بس احنا عايزين نشوف الأغنية بقى اللي خلت ايس الترند مصر. سمعينا. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحمى والوطن. من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. عيشوا كراما تحت الظل العالمي، تحيا لنا عزيزة في الأمم. أحبها لظلها الظليل بين المروج الخضر والنخيل، أحبها لظلها الظليل بين المروج الخضر والنخيل. نباتها مائنا مفضلة مذهبة، ونيلها مبدأ يقتل ما بين الربا، يقتل ما بين الربا. بني الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. الله. طبعا لكل مشاهدينا ومتابعينا اظن الصوت واضح والجمال واضح، بس قبل ما نعرف كل ده عايزين بقى نبتدي بقى. ايسل الجميله دي بنت بورسعيد الموهبه الفذه، انت عارفه ان مصر كلها بتتكلم عنك؟ ايوه، انا شفت على النت. شفتي ايه بقى؟ شفت في ناس كتير قوي، يعني لايكات كتير وكومنتات كتير قوي. وكنتي مبسوطه؟ جدا. السعاده اللي انت فيها واضح ان انت ما نمتيش من السعاده، صح؟ ايوه. طيب لو احنا جينا قلنا بقى ايسل صوت موهوب فعلا، بس واضح من اللي انت بتغنيه انك مش مجرد موهبه، انت بتشتغلي على نفسك. ما هو اصل مستحيل هتجيب العرب كده يعني حتى تون صوتك امتى بتعليه وامتى بتوطيه وامتى بتستخدمي يعني هنقول قدرات صوتك. ده واضح جدا. اكيد يعني في دراسه عملتي ايه؟ هو انا بتدرب مع فرقه اللي هو مستر هاني نصر، هو اللي بيدربني. يعني مثلا انا بحفظ الكلمات بتاعه الاغنيه واللحن وكل حاجه. انا مثلا لو عندي عرب مش متظبطه هو بيظبطها لي، وبقعد ان انا المفروض اشتغل عليها كتير في البيت بنفس العرب اللي هو ظبطها لي لغايه ما بحفظها. طيب لو انا جيت قلت لك ايسل كان حلمك ايه؟ انا كنت عايزه اطلع دكتور. طيب اوكي، غير الدكتوره انت كمان موهوبه،
وصوت في حتة تانية، يعني انت بتخلي الناس كلها تعيش معاكي في حتة تانية. لو انا جيت قلت لك في الاجواء اللي احنا فيها دي عايزين اغنية وطنية كده تخلي الناس كلها، على قد ما صوتك بيوصل للقلب هو بيخترق كل القلوب، يعني بدليل الترند، انت ترند مصر، انت عارفة كده. مبسوطة وكده. جميلة جدا. تسمعيهم ايه؟ وقف الخلق. يلا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأهرام في سالف الدهر كفور الكلام عند التحدي. أنا التاج العالي في مفرق الشرق، ودراته فرائض عقدي. إن مجدي في الأوليات عريقا من له مثل أولياتي ومجدي. الله الله. الصوت الجميل اللي قدامي ده انا على يقين ان هو في قراءة القرآن في حتة تانية برضو. يعني بجد يعني الهوا صوت بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيكي ويحميكي. احنا هنريحك شوية قبل ما نرجع لك ونكلم مع ماما شوية. قبل اي شيء عايزة اقول لك ربنا يبارك لك فيها. بسم الله ما شاء الله. هي روح وصوت وتربية. يعني لو قلنا بنت بورسعيد الجميلة دي أكيد ليها أم فيها قصة وحكاية كبيرة. احكي لنا. ابتدت يعني قصة إنك تربيها، يعني تعلميها للغنى. يعني كل أم دايما تركزها مع الدراسة. امتى بقى فكرتي إن أنت تخليها تثقلي هذه الموهبة؟ والله هي اللي اكتشفت الموهبة في البداية مامتي. هي اللي اكتشفت في البداية خالص موهبتها. بعد كده أنا تمام رحت قصر الثقافة بقى، وعرفنا إن في هناك الفرق الموجودة. المكان كان بعيد بالنسبة لنا، فاستنينا لما عملوا قصر ثقافة بورفؤاد، وراحت عملت اختبار الصوت. أول ما دخلت مستر محمد نصر ومستر هاني نصر أول ما شافوها قالوا من هيئتها كده هي فنانة، يعني من هيئتها من غير ما تتكلم. غنت لهم إيه العمل يا أحمد؟ نسمع بقى. لا ده ايه نسمع. انت تمام؟ يلا نسمع ايه العمل يا احمد. يلا. ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد، كل الامم تشهد انك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك، ارحم محبينك عاشوا على دينك. ما أحلى سواد عينك يا أحمد يا رسول الله. محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طلعت الحكايه عندك من البدايه. جدة يعني ايسل. يعني احنا بنرحب بيك على شاشه تلجراف مصر. انا برحب بيكم والله جدا، وبتشرف بوجودكم جدا. يعني حضرتك هنقول عرفنا من قبل البث وانا بتكلم معاكي ان انتي اصلا من اعلام التربيه والتعليم. أيوة. فحد عارف كويس قوي ازاي يتعامل مع تربويا مع الابناء. أيوة. بما انك جدتها وانتي حضرتك اللي اكتشفتي الموهبه، احكي لنا عرفتي ازاي واكتشفتي الموهبه الجباره دي ازاي؟ والله هي موهبتها كانت واضحه جدا من غير اي حاجه. جيت بتسمعني اغنيه وهي عندها 3 سنين ونص، عرفت ان هي فعلا موهوبه، لان جابت اللحن بتاعها لوحدها من غير ما حد يتدخل نهائي. فبدات اقول لمامتها ان هي تحاول توديها تدريب موسيقى علشان تنمي الموهبه دي اكتر واكتر، وبالفعل حصل. هنرجع بقى لايسل. اكيد عندك احلام غير بقى دكتوره بقى. اكيد احنا شاطرين في المدرسه وكل حاجه، بس اكيد عندك احلام. يعني انت وانت بتسمعي مين الفنان اللي انت بتسمعيه بتحسي ان انت صوتك قريب منه وان كلماته قريبه منك وعايزه تبقي زيه؟ ام كلثوم. ام كلثوم. ايه اكتر بقى اغنيه لام كلثوم؟ السيده العظيمه، يعني تاريخ الفن الاصيل والطرب الاصيل. والموضوع مش سهل يا ايسل، دي فنانه كبيره ام كلثوم. فانت اكتر حاجه بتحبيها فيها ليها ايه؟ يعني ان هي اللي هي الاغنيه بتاعت
اللي انا كنت بغنيها مصر التي ووقف الخلق وطوف وشوف. جميلة أيسل، انت بتعيشي المشاهدين والتعليقات عليكي، يعني الناس كلها بتقول فعلا ان انت اقرب صوت، ولكن لسه اكيد عايزة دراسة. اقرب صوت يعني سيدة ام كلثوم والفنانة ام كلثوم، يعني فعلا برضو كانت زي كده بادئة من وهي طفلة صغيرة لغاية ما درست وبقت الفنانة العظيمة اللي تاريخ للفن والاحترام. لو انا جيت قلت لك القرآن اكيد بالنسبة لك برضو في صوت من اصوات القراء اللي بتحسي ان انتي صوتك قريب منه، او يعني بتقلديه، مين؟ عبد الباسط عبد الصمد. ما شاء الله، يعني الشيخ عبد الباسط ده يعني مدارس مش مدرسة واحدة. لو قلنا لك اكتر آية برضو بتحسي ان انتي بتقوليها زيه بالظبط؟ سورة التكوير. طيب ناخد منها كده كام آية؟ هي يعني انا حافظة اول 14 آية هي. نقول كده مش اللي تقدري عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله، صدق الله العظيم.